العربية تقدم من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم خلال الفترة الحالية اتعمل وبيتعمل وهيتعمل أكتر من عمل درامي بيتكلم عن جرائم حقيقية وحصلت وعليها علامات استفهام كتير، والناس بقى بتعلق على أخبار المسلسلات دي بطريقة استفزتني جدا الصراحة. زي ليه المسلسلات دي هتتعمل وهي دي حاجة حلوة علشان نتكلم عنها ونفخر بيها؟ وهري من ده كتير خلاني أقول لنفسي هي الناس دي شاربة إيه نفسها كده، ولا من كتر ما المفاهيم اختلطت عندهم المفاهيم الأساسية اتمحى معناها من ذاكرتهم؟ فريح ظهرك كده وهاتلك حاجة تشربها وتعالى نفتح الموضوع من البداية خالص للنهاية علشان محتاجين نفهم مع بعض. الدراما المصرية الفن الأشهر داخل لاوعي الإنسان المصري المعاصر، بديل السينما، فن الصور المتحركة، الفن اللي صداه منتشر في عقول كل الناس على القهاوي وفي البيوت، من أول آخر قرية في الصعيد الجواني على الراديو في نص القرن اللي فات لحد الشاشة اللي في الصالة أو أوضة النوم في شقة العرايس الجداد اليومين دول. يبكينا، يضحكنا، يسلينا، ينورنا، يعلمنا ويسرح بينا وكمان يأثر فينا. يا سلام! في دراسة عملتها مع نفسي وأنا بكتب في الحلقة دي أثبتت فيها إن الدراما هي الضيف الوحيد اللي بيدخل بيتك بدون استئذان. بس يا هل ترى الضيف ده عايز منك إيه؟ بداية الدراما خالص كانت في المسرح أبو الفنون كلها، وفضلت عقود على كده لحد ما ظهرت منصات تانية اتنقلت الدراما ليها واتشكلت بشكلها وهيئتها. بس بدايتها الأولى وأول تجسيد ليها كان على خشبة المسرح. بس أنا جاي أكلمك عن النوع اللي بقى الأكثر انتشارا وتأثيرا، وهي المسلسلات اللي بتدخل بيتك مش انت اللي بتدخلها زي السينما والمسرح. لما سألت شات جي بي تي وجوجل عن أهمية الدراما في حياة الإنسان قالوا لي فيما معناه يعني إن الدراما لها تأثير عميق ومتعدد على وعي الإنسان، حيث أنها تلعب دورا محوريا في تشكيل وتجديد القيم والمفاهيم بشكل أعمق، وبتدي تأثير وفهم أكبر للحياة والمجتمع والناس. كلام كبير جدا وعظيم، وتعالوا بقى نشوف الموضوع بدأ إزاي عندنا. البداية كانت في الخمسينات بعد فترة طويلة من بدء البث الإذاعي في مصر سنة 1934 وتأميمها في سنة 1947، وكان محتواها عبارة عن أخبار وبرامج تثقيفية وترفيهية ودينية، وطبعا الأغاني والموسيقى، واللي كان إذاعتها بتلعب دور مهم جدا في توصيل التراث المصري للجمهور. ومن أوائل المسلسلات الإذاعية اللي اتعملت في مصر كان مسلسل ألف ليلة وليلة، واللي كتب النصوص الإذاعية لهذه السلسلة مجموعة من الأدباء والمبدعين المصريين، وكانت بتتذاع في شهر رمضان المبارك مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة، ودي كانت بداية ارتباط شهر رمضان بالأعمال الدرامية. كما يعد برنامج عيلة مرزوق أفندي واحد من أوائل الأعمال الاجتماعية اللي تركت بصمة واضحة في تاريخ الدراما الإذاعية المصرية، حيث أنه قدم قصصا تعكس حياة الأسرة المصرية بأسلوب بسيط ومحبب، وهو ده مربط الفرس. أساس الدراما هي انعكاس حالة المجتمع وطرح قضاياه ومشاكله، وبين قوسين توعيته وتنويره، هي دي مهمتها الأولى والأخيرة. ونظرا لصعوبة التعليم والحصول عليه بسبب الإيد القصيرة واللمة الحصيرة، غالبية الشعب كانوا أميين، فالدراما كانت شبه مصدر لتعليمهم وتفهيمهم الواقع، وعلشان توصل لعقولهم لازم تتبسط وفي نفس الوقت تقول أكبر عدد من الأفكار في أصغر عدد من الجمل، وده طبعا مبقاش يحصل إلا نادرا دلوقتي. المهم إن الإذاعة كانت هي النافذة الوحيدة للمصريين على العالم، والوسيلة الوحيدة للتواصل مع الأحداث والتسلية والتعليم والثقافة والفن. تفضل هي رقم واحد حتى ظهور التلفزيون. ظهور التلفزيون كان طفرة بسبب في تغيير المجتمع ككل. بدأ البث التلفزيوني رسميا في 21 يوليو سنة 1960 تزامنا مع العيد الثامن لثورة 23 يوليو، وبدأ البث التلفزيوني علشان يكمل دور الإذاعة في تثقيف وتوعية وتسلية الجماهير. وخد بالك إن التسلية دي آخر عنصر من العناصر، في قبله التأثير والتعاطف وفهم أعمق للمعاني الإنسانية، وانت بيتعرض لك كل ده انت بتتسلى في النص. ودي عايزة لها حلقة تانية نفصص فيها الموضوع ده بالتفصيل عن فكرة ايه هي التسلية أصلا.
المهم بدأ البث التلفزيوني بقناتين فقط لا غير، الأولى والتانية، وكانت ساعات البث محدودة في البداية، والله تخيل. وكذلك الأعمال الدرامية المصورة، وأول مسلسل تلفزيوني مصري يبتدي يتعرض كان مسلسل هارب من الأيام سنة 1962 من تأليف ثروت أباظة وإخراج نور الدمرداش، وكان أول مسلسل مصري يتم تصويره بالكامل داخل الاستوديو، وكان هو بداية ظهور الدراما المصرية على الشاشة الصغيرة الملونة بلونين فقط لا غير، وكذلك الشخصيات اللي بتعرض يا أبيض يا أسود. الأبيض طبعا بيرمز للخير، والأسود مش محتاجة كلام يعني، لأن قصدي للشر. ومسلسل الساقية من بعده سنة 64، واللي كان من أوائل المسلسلات الريفية اللي عكست الحياة في القرى المصرية، تأليف عبد المنعم الصاوي وإخراج نور الدمرداش برضه. والقط الأسود والضحية وأعمال تانية، بس نظرا لأن التراث ده كله ضايع وتايه عننا فصعب التدقيق فيه. ومن الأعمال الفارقة الفترة دي كان مسلسل القاهرة والناس سنة 1967، واللي يتناول الحياة اليومية للقاهرة في قالب اجتماعي جيد. وطبعا الأعمال كانت قليلة نظرا إن فترة الستينات دي وشوية من السبعينات جهاز التلفزيون ده كان عند علية القوم فقط لا غير، وشوية من الطبقة المتوسطة. وطبعا كانت فترة حرب ونكسة وحاجة آخر نيلة، لحد الانفتاح الاقتصادي اللي المجتمع المصري فيه اتغير 180 درجة. وطبعا حرب اكتوبر اللي التلفزيون والإذاعة كان ليهم دور كبير جدا في الأحداث دي كلها، وده اللي قريت عنه في كتاب الخطاب السياسي في الدراما الإذاعية المصرية لناهد الطحان. ولكن الفترة دي كان صعب فيها جدا تشريح مشاكل المجتمع بشكل واضح، بس كل المبدعين عملوا اللي عليهم برضو من تحت لتحت كده لحد ما يحلها حلال. من لم يغتني في عهدي لن يغتني أبدا، جملة شهيرة قالها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ولم تكن مجرد جملة عابرة، بينما أسست نظام اجتماعي جديد قائم على الفهلوة والاستهلاك. ففي ظل الانفتاح الاقتصادي بات الكل يلهث ليصبح سريا، قبل أن تمر أيام الانفتاح ويطوى زمن الثراء السريع. وبداية النقد المجتمعي والتغيرات اللي حصلت في المجتمع من خلال المسلسلات الدرامية بس مش في السينما كان مسلسل أحلام الفتى الطائر من كتابة وحيد حامد وإخراج محمد فاضل وبطولة عادل إمام، بعد نجاح المسلسل كنسخة إذاعية بعنوان بلد المحبوب. ما الدنيا كان ماشية كده ساعتها، التلفزيون والإذاعة كانوا ماشيين مع بعض في اتجاه واحد وبيكملوا بعض، محدش أخد الضوء من التاني. المسلسل ده كان ليه التأثير الأكبر على الشارع المصري. إبراهيم الطاير كان دليل وإسقاط واضح على الأشخاص اللي استسلمت لطرق الربح السريع والسعي وراء الثراء السريع مهما كانت عواقب الموضوع، وتعاطف الناس مع شخصية إبراهيم الطاير لدرجة طلب تغيير النهاية الحقيقية للمسلسل كان محل تساؤل، هل للدرجة دي الدراما بتغير المفاهيم؟ ومن هنا بدأت حدوتة تانية خالص، الثمانينات والتسعينات، الفترة اللي سطع فيها نجم الدراما المصرية سواء سينما أو مسلسلات. بالنسبة لي يعني كفاية ظهور الواقعية الجديدة اللي لحد دلوقتي والبعدين تأثيرهم هيفضل متواجد، واللي هم قدروا يوثقوا الفترة دي من خلال أعمالهم. التلفزيون بيتلون وكذلك الشخصيات بتتلون على كل لون يا باتيستا. معضلة الشر والخير كانت بتتناقش بطريقة أعمق شوية من الأبيض والأسود، ولكنها لا تخلو من الخطابة، ودي حاجة هرجع لها كمان شوية. في سيل من الأعمال الدرامية حصلت في الفترة دي، ليالي الحلمية، الشهد والدموع، رأفت الهجان، ذئاب الجبل، أرابيسك، قلت أرابيسك يا سلام عشان ما تزعلش، ضمير أبلة حكمة، الراية البيضاء، مسلسلات أسامة أنور عكاشة، عميد الدراما العربية زي ما بيقولوا، واللي أنا مش هلاحق أتكلم عنهم كلهم، لكن تقدر تبص عليهم وعلى باقي المسلسلات في قائمة أفضل 100 مسلسل اتعملوا في مصر. أنا بس هكلمك عن عملين أنا شايف إنهم يتكلموا باسم الباقي، وهما الراية البيضاء ورحلة السيد أبو العلا البشري، بما إني لسه شايفهم قريب يعني، وشايف إنهم قدروا يشرحوا التغيرات اللي طرأت على المجتمع المصري بشكل عظيم جدا. أبو العلا البشري المفتش في هيئة الري اللي بيسيب وظيفته وهو على حافة إنه يبقى مدير علشان خاطر يلحق عيلته من الضياع من وجهة نظره طبعا. الراجل اللي عزل نفسه عن المدينة وفضل 8 سنين في القرية اللي بيشتغل فيها يتثقف ويقرأ، وبتكون الكتب هي أكبر صديق ليه، وكان منعزل عن الناس وما شافش التغيرات اللي حصلت في المجتمع طول الفترة دي كلها. ولما قرر يروح ينقذ أهله اللي أغلبهم شباب صغير، وحط خط تحت كلمة شباب دي، كانت طريقته عبارة عن خطابات مبالغ فيها ومواعظ ولوم عن القيم اللي ضاعت وبس، ما كانش بيدي أي حلول سواء عملية أو حتى منطقية.
عكس أبو نجوى زميلة وخطيبة مجدي البشري اللي أبو العلا فشخ علاقتهم دي بتدخلاته، بالإضافة إنه كان شخص في منتهى السذاجة بيضحك عليه بسهولة وبكلمتين أو حتى بدمعتين. يعني بذمتك حد يصدق دي؟ واللي ده كان لايق جدا على اختيار وظيفته، شغلانته انه يدور على الخطأ فين ويعلم عليه علشان المصلحة اللي بيشتغل فيها تشوف هتصلحها ازاي وتحلها، وهو ده بالظبط اللي عمله. كان بيتعامل مع الشباب دول كمأمورية طالعها مش اكتر، وفاكر انه هيغير العالم لوحده. وده اللي قاله أبو نجوى بطريقة غير مباشرة، ونهى كلامه بإنه رايح يكمل قراية الكتاب اللي بيقراه. أيوة، ما هو قراية عن قراية تفرق كتير، والفكرة في انت قريت ازاي. المهم أبو العلا الراجل الطيب الخلوق ده يوم ما بقى مليونير بالصدفة البحتة، كل الأطراف اللي كانت بتتريق على طيبته الزايدة وخطاباته بقت بتجري وراه علشان تاخد لها خرطة من التورتة، واللي هو بسذاجة كبيرة منه كان فاهم ان خطته في الإصلاح نجحت وانه كده بيعمل الصح. لما كل طرف فيهم مشكلته الأكبر هي الفلوس، فخلاص يا جماعة اتحلت، أنا هدور أوزع فلوسي عليهم كلهم. طب ما انت كده عملت ايه برضو؟ عامة انا بهزر، لو حد من عيلتي اغتنى وزع يا معلم ما يهمكش، الكلام ده مش ليك انت. المهم ان ما زالت المفاهيم اللي نشأوا عليها موجودة، الطمع والجشع والمصلحة فوق كل شيء والهروب من المسؤولية. مشكلتهم الأساسية ومشكلتنا هي الاهتمام من البداية، أهم عنصر من العناصر اللي بيحتاجها أي إنسان ما حصلش، فطبيعي يحصل خلل، ما بالك بجيل كامل لحد ما وصلوا لسنهم ده. ولما ده ما يحصلش انسى انك تعلمهم من الاول تاني كأنهم لسه عيال، ما اللي راح راح خلاص. الحقيقة ان أسامة أنور عكاشة كاتب تحفة فنية خالدة، موضح كل حاجة بتفاصيلها. تفصيلة ان شخصية زي شخصية عمرو اللي في المسلسل اللي كان بيتهرب من اي كلام بجد للهزار على طول علشان يشيل من على دماغه اي مسؤولية حتى مستقبله المبهم، ده خطأ كبير جدا كان المفروض الناس تاخد حذرها منه، لحد ما تفاقم وبقينا وسط الكارثة اللي احنا فيها دي حاليا ولسه بنهزر وبنتهرب. والمسلسل بيركز تركيز كبير جدا على أخطاء أبو العلا أكتر من كونه بيلوم الشباب دي على اللي بتعمله. دي الطريقة اللي نشأوا بيها، وعلشان تحللهم كل ده محتاج وقت كبير جدا وأطراف كتير جدا تكون دي شغلانتهم، وآخر حاجة محتاجينها منك هو الكلام والنصح والوعظ. وإن كون أبو العلا البشري اعتمد على الرؤية اللي شافها في الكتب والبحث عن المدينة الفاضلة وعمران البشر والانعزال عن الناس وعدم فهم التغيرات اللي طرأت على المجتمع في 8 سنين كاملين، هي دي رحلة أبو العلا البشري اللي كان المفروض يواجه نفسه الأول بيها قبل ما يواجه بيها عيلته. الاعتماد على طرف واحد فقط في وسط حياة متعددة الأطراف ده أكبر خطأ، وهي دي رسالة المسلسل من وجهة نظري واللي وصل لي، وتقريبا وجهة نظر أسامة أنور عكاشة نفسه اللي أغلب الناس ما فهمتهاش وافتكرت إن الرسالة عبارة عن النصح والوعظ والخطابات اللي في المسلسل. وطبعا دي نظرة بسيطة جدا على المسلسل اللي مليان تفاصيل أكبر بكتير من اللي أنا اتكلمت فيها، ده دول 3-4 حاجات بس اللي اتكلمت فيهم. خش على المسلسل ومش هتندم، هتنبسط. وهي دي بقى شغلانة ورسالة الدراما، طرح وتشريح الموضوع من كل الجوانب والتفكير أحيانا في بعض من الحلول بصوت عالي، جايز اللي هيجي من بعدك هو اللي يلاقي الحل، ما هي فزورة أصلا. حتى طرح الفوازير كان عن طريق الدراما برضو، وكان ليها دور لا يستهان بيه في التراث التلفزيوني المصري. ما علينا، ده مش موضوعنا دلوقتي. الراية البيضاء، صراع فضل المعداوي تاجرة السمك الغنية المتسلطة ومفيدة بلغار السفير المتقاعد اللي عايش في قصر أثري في الإسكندرية، واللي فضة بتحاول تستولي على القصر ده بأي طريقة ممكنة. وده بيجسد صراع بين المادية والجشع من ناحية، والقيم والأصالة والجمال والفن والتراث من ناحية تانية. فضل المعداوي نموذج للشخصية اللي شايفة انها تقدر تشتري كل حاجة بالفلوس، حتى القيم والجمال دي حاجة أصلا هي لا تفقه عنها شيء، وإن الفلوس والربح المادي هما كل شيء في محاولتها لهدم القصر الأثري علشان تبني مكانه حاجة تانية. وده بيعكس رغبتها في تدمير التراث والجمال لحساب المصلحة الشخصية، وتولع بقى المصلحة العامة. تراثي وفن معماري ايه، احنا هنهزر مع بعض. المسلسل بيسلط الضوء على الصراع بين الجشع والقيم من ناحية والحفاظ على التراث من ناحية تانية، واللي نفس المشكلة دي الدراما ناقشتها بشكل أعمق في عمل درامي تاني محبب إلى قلبي، وهو أهو ده اللي صار،
ومعلش على النطة اللي نطتها من الثمانينات ل 2017 دي، بس ما زلنا في نفس الموضوع يعني ما بعدناش. لو عايز حلقة مهمة بتتكلم عن الراية البيضاء هتلاقيها عند خالد نبيل وعند إسلام عاكف برضه، روح لهم وانت في أيدي أمينة. لو كان بإيدي. أهو ده اللي صار، صراع الجشع والجمال والفن في أجمل صورة ممكنة. بس المرة دي حكالك تاريخ القصر ده وعيشك في حياة كل من سكنوا القصر أو حتى سكنوا حواليه، من يوسف بيه نوار وخديجة هانم لندرة والحد علي بحر، واحدة من أجمل الشخصيات اللي اتعملت في الدراما كلها. ده غير أصدقاء علي بحر البساطي والزهار وأصداف وقصة كبيرة أوي سعادتك. ده بسكويت يا جماعة، ده مش مسلسل. بص انت هتلاقي تاريخ مصر في القرن اللي فات ده جوه الشخصيات وسرد الحكاية بريحة الزمان والمكان وجمال الحكاوي والغناوي، حاجة كده ما تتوصفش صدقني. ممكن تفتكرني بأفور بس المسلسل ده ما حسيتش بكم الجمال الفني اللي شفته فيه ده في حتة تانية. الكاتب عبد الرحيم كمال كان موفق جدا في كتابة سيناريو المسلسل ده. من الآخر يا عم عبد الرحيم انت أبدعت تحفة القرن اللي فات في القرن بتاعنا ده. وهتلاقي مسلسلات كتير عظيمة فيها نفس الحكاية دي، روايح وحكاوي الزمن الجميل زي ما بيقولوا. وده شيء مهم جدا لما تعرف اللي جه قيمة اللي راح. أي نعم ممكن يتحكي بوجهة نظر واحدة ومؤدلجة، بس أديك أولا بتشوفها بعينيك، والأهم إنك تقرأ عنها. ومن ناحية تانية هتشوف الجمال بعينيك، هتلاقي ده في جراند اوتيل وليالي اوجيني وافراح القبه وحاره اليهود. بص مواويل مواويل حضرتك، انا لو فتحت مش هخلص. ممكن اعمل لك حلقه تانية اتكلم فيها عن اجمل المسلسلات اللي شفتها، لو عايز كده قول في الكومنتات. وهيكون فيها طبعا 3/4 اعمال عبد الرحيم كمال، من الرحايا لدهشه والخواجه عبد القادر وقبله شيخ العرب همام، وبس لحد كده عشان ما بحبلوش الباقي. لكنه كان عمود فعلا من اعمده الدراما. حتى مسلسل ونوس كان كويس إلى حد ما بغض النظر عن قصة العبد والشيطان اللي محمود الحسيني عملها أجمد. مشهد مسلسل ونوس وهو بيقول أنا متغاظ ده مشهد طفولي قوي ومش عظيم ولا حاجة، بس الجانب الكويس كان حياة أسرة ياقوت والصراعات اللي بيمر بيها كل واحد فيهم. المهم إن الأعمال التاريخية في الدراما مهمة جدا، وعندنا مسلسلات تاريخية برضه. من أكتر المسلسلات اللي بتتكلم عن حقبة قديمة واللي شفتها وعجبتني جدا كان مسلسل العهد الكلام المباح، ولو عملت حلقة بودكاست فعلا بتكلم فيه عن أجمل الأعمال الدرامية أكيد هتكلم عنه وبالتفصيل كمان. المهم ان الادب زي ما كان له دور كبير جدا لما تحول لافلام سينمائية زي ما قلت في حلقة السينما السعودية، فتحويل اعمال ادبية الى مسلسلات درامية دي حاجة مهمة جدا وعندنا منها كتير بتحصل. اول مسلسل اتعرض على التلفزيون وهو هارب من الايام كان عبارة عن رواية لثروت أباظة وتحولت لمسلسل من تأليفه. وعندك بقى من ده كتير، حديث الصباح والمساء، بنت اسمها ذات، لن أعيش في جلباب أبي، واحة الغروب، أفراح القبة، وكتير وكتير من ده. ومن التلفزيون للمنصات الرقمية، ما وراء الطبيعة وزودياك وغرفة 207، كل دي كان أعمال روائية للكاتب أحمد خالد توفيق تم تحويلها لمسلسلات قصيرة. ده غير مسلسل بالطو، ده كان عمل أدبي ساخر برضه. المنصات الرقمية كان ليها دور كبير جدا في الدراما والتأثير على المجتمع. المستمع اللي كانت ثقافته معتمدة على السمع للإذاعة اتحول لمشاهد للتلفزيون اللي الخيارات كانت قدامه عبارة عن محطتين فقط لا غير، وكمان بميعاد بس معين، لحد الدش اللي فيه آلاف من القنوات اللي يقدر يقلب فيهم زي ما يحب. وبسبب كتر الإعلانات والتغيرات الرقمية والتطورات اللي بتحصل، بتظهر منصات وبتسحب المشاهد من شاشة التلفزيون لشاشة اللابتوب أو الكمبيوتر أو التليفون أو الشاشة اللي في بيت العرايس الجداد اللي كنت لسه بقولك عليهم في الأول. مسلسلات بالميات وانت نقي ما بينهم بقى واتفرج بأعلى جودة، ده لو كان عندك شغف. ما الحكاية ماشية كده، كل ما الخيارات بتزيد الرغبة بتقل. أقول لكم انتظروا حلقة عن، لا بهزر، ولا أقول لكم انتظروا حلقة. ومسلسلات المنصات دي برضو حكاية لوحدها وليها نفس التأثير برضو، ومليانة بقصص وحكايات من قلب البيوت وتشريح وتحليل للمجتمع المتحلل ده في الألفية التالتة اللي احنا لسه واصلين لنصها. في أعمال عظيمة على المنصات دي تقدر تتفرج عليها. خد مني كام ترشيح كده: ريفو، وش وظهر، تحقيق، بالطو. كفاية عليك كده، هسيب الباقي للحلقة الجاية. مسلسل أزمة منتصف العمر اللي كان عامل إثارة جدل من كام سنة، ده المسلسل ده برضك لازم يكون موجود في الحياة، وغيره وغيره أكتر. انتوا ليه مستغربين؟
الدراما دورها فعال ومهم جدا إنها تكون انعكاس واشتباك مع المجتمع الجميل ده، وأداة عظيمة لسرد وتوثيق الفترة اللي بنعيشها دي. أعمال زي بين السرايات ورمضان كريم وشارع عبد العزيز وأعلى نسبة مشاهدة وخرم إبرة والليلة واللي فيها وصلة رحم وساعته وتاريخه وبرغم القانون، هي دي المسلسلات اللي المفروض يكون في منها كتير جدا. يخرب بيت مسلسلات اللايت اللي دمرت دماغكم، ويخرب بيت الفكرة دي أساسا. كل دي أعمال اتفعلت مع الناس من كتر صدقها وحقيقتها، وهي اللي بتعرفك على شكل الشارع المصري والبيوت المصرية في كل فتراتها، سواء لو انت من البلد دي أو غريب بيتطلع على الثقافة المصرية من خلال الدراما المصرية. زي ما عندنا أسر كده هو بتتعرف على ثقافات بلاد تانية من خلال الدراما بتاعتها، زي الدراما التركية أو الكورية أو حتى الهندية. هي دي قصص البيوت اللي بجد، قصص أصلية. الدراما السورية كويسة إلى حد ما، كان في كذا مسلسل تابعته زي بيت جدي شفته في الطفولة، ومسلسل الندم شفته من سنتين ولا حاجة، واتعرفت فيهم على شكل البيت السوري زمان ودلوقتي وقت الخراب. وبالمناسبة دي مبروك لاخواتنا السوريين، معلش جت متأخرة. فيا أيها المشاهد المصري الجميل، الدراما التلفزيونية دي بكل فتراتها هي انعكاس للواقع المهبب اللي حضرتك عايش فيه. يعني كون ان الشارع المصري بما فيه شايف شخصيات زي عمرو سعد ومصطفى شعبان في مسلسل ملوك الجدعنة، او السقا وطارق لطفي في العتاولة، او اي مسلسل مليان حزق من مسلسلات عمرو سعد اخر كام سنة ولا العوضي، ده انعكاس للفترة اللي انت بتعيشها دلوقتي. اخوات بيقطعوا بعض علشان ورث، سحر ودجل وأعمال، وشيخ بيحارب الجن والناس المؤذية وعلم طاقة وهبل، وناس تانية بتثير الجدل على وتعمل بلاوي في نفسها علشان خاطر الشهرة. كل ده من قلب الواقع، انت غايز في ده دلوقتي، ولا انت عايز يتعرض لك ايه يعني في وسط اللي بنعيشه ده دلوقتي؟ طب ما هو ده الشارع، وهي دي الناس، وهي دي العقليات اللي انت بتشوفها في كل مكان. مفهوم القدوة اللي انت بتدور عليه ده مش موجود اصلا. المفهوم ده حصل له خلل دلوقتي في دماغ الناس. مش هيبقى في عز التدني ده القدوة هتبقى شخص يحتذى به مثلا، يعني لازم يبقى شبههم ومعفن زيهم. والله هي دي الحقيقة. حتى الشخص الوحيد اللي بيعتبروه قدوة ومثل ناجح بالنسبة لهم مش راحمينه خالص. الفكرة بقى ان كله جاله خلل، حتى صناع الدراما ذات نفسهم، لكونهم بينجموا الشخصية دي سواء كانت مجرمة او ويخلي الطفل البسيط اللي وعيه على قده يحبه ويتعاطف معاه ويتمنى كمان يبقى زيه. ان انا مش فاهمك ازاي بعد الجمدان ده كله اللي والسلطه اللي حوالين جعفر العمده ازاي ما اتمناش ابقى زيه؟ ده انا نفسي كنت عايز ابقى زيه. مش هنضحك على بعض، يفضل يديك هلس 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 على رأي البساطي، وفي الاخر يغلفها لك بموعظه جميله. حرية يا يوسف بيه، انت مش فاهم مرصحنا. احنا بنقدم الهلس والموعظة، يعني هلس 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 واخر كلمتين موعظة، زي ما تقول كده هلس 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 وياكل هلس، حاسب من الهلس. هي دي المرصحية. طب وماله؟ ما انا برضو بقول في الاخر خلي بالك لا تفقد حريتك. عن واحد فضل طول عمره يقول حاضر 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 حاضر، وفي الاخر قرر انه يقول لا ويعمل اللي هو عاوزه. طز. ويخلي لك نهايته منيله ب 60 نيله في الاخر بسبب اخطاء. يا سلام. وخد بقى من ده كتير جدا، صناع نسيوا الهدف الاساسي اصلا من الصناعه، او عارفين ومطنشين بحجه ان الناس عايزه كده. ودي اكتر جمله غبيه ممكن تسمعها ودنك. تحس كده هو ان ده دكتور قاعد ومش عايز يعالج المرضى بسبب ان والله يا جدعان الناس دي بتعتمد على الوصفات الطبيعية اكتر من كونها بتعتمد على الطب، رغم ان الوصفات الطبيعية دي هي اللي مأخرة صحتهم كده. يعني دورك انك توعي وتفهم وتحذر. لا انا هسيب كل ده ونعمل لهم الخلطة اللي بيحبوها علشان تبيع اكتر. انت كده بعيدا كل البعد عن دور الفن الاساسي، وخصيصا الدراما اللي انت بتعملها واللي المجتمع بيعتمد عليها من زمان. اصل كده وبكل صراحة المجتمع ده نصه مش متعلم، او بياخد التعليم اللي لا يذكر ده على اساس ان هو روتين كده بعمله خلاص عشان الدنيا تمشي. عايز ايه اللي يأثر فيه وينوره؟ مقدمة ابن خلدون مثلا. بص اصلا اشهر كتب في كل حتة وفي كل المكتبات اللي الناس بطلت تدخلها، بص ايه هي؟ كتب سطحية وغبية جدا لأقصى درجة، وهي فترة منيلة ب60 نيلة، وقدرنا نفضل فيها كده لحد ما الحال يتعدل ويحصل صحوة تفوق المجتمع ده كله. لكنها برضو مش هتيجي غير عن طريق الفن، برضو شئت أم أبيت هو الصوت الأعلى في حين انخفاض باقي الأصوات. حتى لو بيتهيالك إنه ضايع، لسه تأثيره موجود لحد دلوقتي، والدليل انه عليه العين قوي كده. سيبك من كل الهري والحزق اللي على الفيس او اي موقع تفاصل انكماشي تاني، ونوصل بقى للنقطة اللي انت يمكن دخلت الحلقة اصلا علشانها. مسلسل ساعته وتاريخه، او المسلسل اللي هيتعمل بتاع سفاح التجمع. هل ده ليه اهمية
يا نهار ابيض، انت لسه بتسأل؟ طبعا ليه اهمية قصوى كمان. واسمح لي اختلف معاك يا سلامة اللي مقضيها دلوقتي مع الكولومبية التلاتينية واقول لك انت غلط. يعني تفصيلة بسيطة في أول حلقة من ساعات وتاريخه اللي بتحكي عن جريمة مفزعة حصلت من مفيش وعلى أعين الجميع. تجسيدها على الشاشة مهم جدا، أي نعم مش بعد حصولها بسنة يعني، علشان ما زال القريبين من الضحية ما تعرفوش من الصدمة لسه، بس انت لازم توعي الناس وتشاور لهم على ان فعل شنيع زي اللي عمله المجرم ده مرض، ولازم الاهالي ياخدوا بالهم من المرض ده بشكل اكبر. الشخص اللي بيطارد واحدة وفي دماغه انه كده بيحبها وممكن يوصل بالامر انه يأذيها، ده مؤشر خطر. لازم الاهالي يكونوا فاهمينه وعاملين حسابهم كويس قوي، ما يكتفوش بس بالبلاغ اللي بيعملوه او بكونهم بيهددوا الولد. الموضوع اكبر من كده، والحلقة دي كانت شبه تحذير برضو لكل كلب بيفكر يعمل حاجة زي كده، علشان يتراجع ويشوف بعينيه عواقب الموضوع والعار اللي هتجيبه لعيلتك الى ما لا نهاية. ده غير طبعا عقاب ربنا اللي مش هتسلم منه، لان مفيش اصعب من قتل النفس. الكارثة الكبيرة بقى ان في اطراف كانت بتدعم الكائن ده، وده إن دل يدل على كارثة كبيرة لازم كنا نتناول الموضوع بشكل أعمق بعد وقت طويل طبعا، علشان نفهم الدوافع اللي وصلتنا لكده، علشان اللي جاي من بعدنا ما يغلطش نفس غلطتنا. ما احنا غلطنا واللي حصل حصل خلاص، نفضل مصممين على نفس الغلط الى ما لا نهاية في حلقة مفرغة ما بتخلصش. لازم نفهم كويس قوي ونستوعب ايه اللي وصلنا للنقطة دي، زي ما حصل كده في اعمال درامية طرحت قضايا كبيرة وجرائم حصلت في الواقع فعلا، زي مسلسل الريان مثلا، وطرحه لكارثة حصلت في التسعينات وقسمت ظهر الطبقة المتوسطة وجابتها الارض، وزي مسلسل تاني ناقش نفس فكرة مرض التعلق ده لحد ما يوصل للقتل، زي مسلسل ابن حلال كده مثلا، وغيره وغيره. فيا سلامة اللي عايزنا نعمل أعمال درامية زي ديكستر أو هانيبال، ربنا يعينك والله. عايز تقدم لعم فتحي القهوجي والزباين بتاعته أو الحاجة فاطمة وعيالها وأحفادها اللي قدام شاشة التلفزيون ليل نهار ديكستر وهانيبال وبريكن باد بالمصري؟ صبرنا يا رب. المهم إن الحلقة الخامسة من ساعته وتاريخه كانت أهم حلقة شفتها في أول 7 حلقات في المسلسل، نظرا لخطورة الموضوع اللي بتتكلم عنه والتمثيل كمان. مشكلة زي مشكلة الحفر على الآثار دي حاجة متأصلة في جنوب وريف مصر، وفيها أساطير حصلت ولو قعدت أكلمك عنها مش هنخلص، ودجل بقى وجهل ونصب ملوش آخر، وممكن توصل بالتضحية بشخص عزيز عليك زي ما حصل في المسلسل بالظبط، علشان قال إيه بقى؟ تفك التعويذة اللي على باب المقبرة. تخاريف بقولك. المهم ان عناصر الحلقة كانت مظبوطة جدا، الاب اللي مش قادر يعول اسرته، والام الطيبة الغلبانة اللي بترعى 4 عيال وما تفهمش هما ليه 4 والفقر واكلهم بالشكل ده، برضو دي اشارة حلوة من صناع المسلسل. المهم يعني ان ربنا واهب للاب ده ابن حريف على قولة ابن عم مراته، يقدر ينغنغهم فلوس لو لعب في نادي كبير زي الاهلي والزمالك كده مثلا، بس في مصاريف كتير هتتصرف في الاول علشان يقدر ده يحصل. يقوم بقى الاب شايف ان كده بيشتري سمك في ميه، ولا انا هروح ارهن بيتي وادفع كل اللي حيلتي لدجال علشان يطلع لي اثار الاجداد تغنيني وتحييني انا وعيالي، اللي انا هضحي بواحد فيهم علشان البوابه دي تفتح. يا سلام، الله اكبر على العقلانيه. وفي لحظة من أسوأ لحظات النفس البشرية اللي ممكن يوصل لها إنسان، وهو بيبرر لفعله ده بإن الولد كده كده عيان وممكن يموت، والأسوأ إنه بيقتل مراته بالخطأ، وبتدمر حياة الأسرة والأولاد ومستقبلهم بسبب شخص غبي وغير مسؤول هو بنفسه اللي جابهم، وهو برضه سبب عذابه. ده غير طبعا الحلقة التاسعة اللي لا تقل أهمية عن الحلقة الخامسة اللي لسه بكلمك عنها، والحلقة بعنوان ضبط وإحضار. الشاب الفقدان اللي عايش على فلوس اهله وبيعمل اللي هو عايزه، ومفيش مرة ما بتحبنيش، بس بشكل واسلوب تاني وابن ناس شوية، ابن ناس ما عرفتش برضه تحافظ على النعمة اللي في ايديها. ممكن نفس الشاب ده تقابله في كل شارع حواليك، بيسكت مثلا في الزمالك او بيحضر حفلة لمروان بابلو وسط اصحابه، العيل اللي اهله بيدمروا حياة كل حد ابنهم بيتسبب في ايذائه، والطرمخة طبعا على القرف ده كله من ناحية الأب بحجة ده ولد طايش وبكرة يعقل، وكذلك من ناحية الأم اللي شايفة إن كلهم بيكذبوا وغيرانين من ابن حبيبي. طب على حساب مين ده كله يا ست هانم انت وهو؟ وهم بياخدوا هما الاتنين على عينيهم لما بيوصل للأم بالدليل المادي القذارة اللي ابنها عملها، وساعتها كأن في خزان مية ساقعة نزل عليها، وبتوصل للحظة من أسوأ لحظات حياتها وهي بتفتكر انها كمان اتحطت في واقعة اشبه باللي ابنها ده عمله في الناس. الحقيقة ان مفيش اصعب من اللحظات دي اللي ممكن تمر بيها اي بنت لما يتسلب منها انسانيتها باقذر طريقة ممكنة من شخص اقل ما يقال عليه انه خنزير.
استحالة يكون إنسان، ولازم يقع عليه أكبر عقوبة ممكنة. وهي دي الدراما يا عزيزي المشاهد، هي دي الحبكة، وهي دي النماذج اللي المفروض تقدمها الدراما علشان تبقى عبرة لكل من يعتبر، وهم بيشوفوا تجلياتهم ومشاكلهم اللي بتدور داخل أنفسهم متجسدة قدامهم على الشاشة، بيحذرهم من العقاب وبيطرح التساؤلات المهمة داخل عقلهم وبينمي من عواطفهم وعقليتهم. هو ده السحر. أيوة، حاجة تانية قبل ما أنسى، في حاجة عظيمة ومهمة جدا الدراما بتتناولها دلوقتي كتير جدا، وهي مشاكل العلاقات، خصوصا العلاقات الزوجية. بكل صراحة احنا في وسط كمية عقد في العلاقات بطريقة غير طبيعية بالمرة، والدراما الصراحة بتتناقش في المشاكل دي بأكتر من طريقة. تقدر تشوف ده في لعبة نيوتن، أو خلي بالك من زيزي، أو الهرشة السبعة، وليه لأ الجزء الأول. وواجب ذكر مسلسل من ضمن كل دول كان بيتكلم عن علاقة باظت برضه بسبب إدمان الزوجة، والمسلسل بيسلط الضوء على الإدمان ومشاكله الحقيقية اللي ملهاش علاج، وهو مسلسل تحت السيطرة. تقدر تعتبره تبع المسلسلات اللي بتتكلم عن العلاقات. وطبعا كل حاجة من دول ما بتتعملش بأعظم طريقة ممكنة، يعني مازال في ثغرات كتير، والدراما نصها عبارة عن رقص على السلم، كل واحد بيقدم في ملطة شكل، ودينا ماشيين. بس الموضوع مش اسود قوي كده برضو، اطمن، لسه عندنا محمد شاكر خضير وتامر محسن وكريم الشناوي، كل دول عتاولة الدراما برضو دلوقتي مسلسلات تتخلد حقيقي في التاريخ، زي تحت السيطرة اللي ناقش قضية الإدمان بأفضل طريقة ممكنة واللي لسه بكلمك عنه من شوية، وتحت الوصايا اللي ناقش قضية مهمة برضه، وهذا المساء، ولعبة نيوتن، وبدون ذكر أسماء، ده غير الأعمال الاجتماعية طبعا. مسلسل خلي بالك من زيزي، والهرشة السبعة، وليه لأ، وإلا أنا، كل دي أعمال اجتماعية بتتناقش في مشاكل المفروض يتسلط عليها الضوء كل شوية. كان في مسلسل تاني برضك كده هو كان بيناقش قضايا كتير، كان اسمه نصيبي واسمتك تقريبا، ده مسلسل كويس يعني، مش عظيم بس كويس حلو، روح شوف. وفي مسلسل تاني اسمه آسيا لنفس الكاتب اللي عمل فيلم إبراهيم الأبيض، روح شوف المسلسل ده عظيم. خد اهو ترشيحين ببلاش اهو، استنى بقى الحلقة اللي هرشح لك فيها كمية مسلسلات هتبهرك الصراحة. المهم أيها المشاهد، إن الدراما وتحديدا المسلسلات دي صناعة صعبة ومعقدة، وسلاح ليه أكتر من طرف، مش مقتصرة على حاجتين أو ثلاثة زي ما هو واصل لك وواصل لنا كلنا. الموضوع أكبر من كده بكتير، وتأثيرها باقي وهيفضل باقي للأبد تقريبا. يعني أتمنى أكون قدرت أوضح لك ولو بنقطة بسيطة عن أهميتها ودورها، وكلها شهرين ثلاثة وداخلين على شهر رمضان المبارك. جهز نفسك بقى لسيل من الأعمال دي كلها، اجتماعية وتراجيدية وعياط وكوميدية وتحلل مجتمعي هيهب في وشك كمان وكمان، كلها كام شهر. استعد بقى وادخل عليهم بصدر رحب، وما تنساش تعمل الحاجات اللي المفروض تعملها لو دي أول مرة تشوفني، الاشتراك واللايك والكلام ده كله. والسلام عليكم. يا